بعد موت نيازي مصطفى الحكايات ما خلصتش. في ناس كتير قالوا ان هم شافوا نور بيولع ويطفي في شقته بالليل، غيرهم قال كنا سامعين خطوات جوه الشقه رغم ان الشقه مقفوله. واحده من الفنانات المشهورين بدون داعي لذكر اسمهم قال عديت من قدام العماره حسيت حد بيبص عليا من الشباك، لكن الشقه كانت مقفوله بالشمع الاحمر. اللي حصل ان نفس الشقه اللي توفى فيها نيازي مصطفى هي بقت رهبه بالنسبه لاي حد. اي حد بيعدي من جنب العماره دي بيخاف اما بيعرف ان نيازي مصطفى كان عايش هنا واتقتل هنا، كأن الشقة بقت مسكونة. هل دي مجرد اوهام؟ والمشكله ان الغموض زاد والقصه خرجت من انها جريمه ودخلت في سكه بيت مسكون وعفاريت. بس تعرف ايه الغريب؟ اغرب نظريه ظهرت ان نيازي نفسه كان حاسس بنهايته. ناس رجعت تشوف اخر 3 4 افلام ليه وقالوا ان فيها تلميحات، مشاهد لشخصيه بتموت متكتفه، حوارات عن الموت اللي بيجي من اقرب الناس. في ناقد كتب نيازي كان بيسيب رسائل مشفره في افلام كانه كان بيعلن عن نهايته بس من غير ما حد ياخد باله. هل دي صدفه ولا فعلا كان عارف ان في حد بيراقبه ومستني اللحظه المناسبه؟ ولو كان عارف ليه ما قالش؟ هل كان خايف ولا كان متاكد ان حتى الكلام مش هينقذه؟